جالاتا سراي، مانشستر يونايتد. حكيم زياش واونانا. وحكيم زياش من تاني يثبت مره واثنين وثلاثه واربعه اللمسه لا تنتهي ولم تنتهي. واحاول اتخيل الحقيقه انه ازاي حكيم زياش كان في يوم من الايام عايز يحرم كل الجماهير دي من متعه خالصه، بيور تالنت موجود في اوروبا، ويترك المجال ويتحول الى الخليج ويلعب في الخليج. كان في اعتقادي انه المساله محتاجه شويه وقت وممكن تروح عادي جدا مفيش نقاش، لكن كنت محتاج ان انا اشوفك في دوري ابطال اوروبا اكتر واكتر واكتر، وكل الجماهير المغربيه وكل الجماهير العربيه. اولا زياش بخلاف انه سجل هدفين، فالشو الاستثنائي الفردي اللي هو انا حكيم زياش بيحط فاول بمنتهى الروعه في مرمى اونانا، الثاني بيخدمه فيه الحظ بعض الشيء، لكن بيصدر متاعب ومعاناه كبيره جدا لمانشستر يونايتد. زياش عجبني 3 حاجات بالنسبه له في المباراه ليهم علاقه بمعلومات مهمه جدا. اولا زياش بعد الماتش اتكلم وقال انه الماتش الجاي بتاع كوبنهاجن دي مباراه الموسم لجالاتا سراي. اشمعنى؟ لأن زياش ما يزال يؤمن بقدرة هذا الفريق انه يوصل لمرحلة بعيدة. فرقة فيها حكيم زياش وفيها زها وفيها ايكاردي، اي نعم الليفل غير الليفل، لكن مباراة موسم. عارف ان انا واقف على رجليا لحد اخر لحظة وما رميتش موضوع كورة وما قلتش خلاص انا بشطب. دي واحدة. علق على ده الرجراجي بعد ماتش تنزانيا لو فاكرين، وقال ان انا سعيد باستعادة النسخة دي نسخة جالاتا سراي من حكيم زياش، لان الهدف الاكبر هو كاس افريقيا. الثالثه بقى والجميله في الموضوع هو تين هاج. بعد المباراه التقطت صور لتين هاج مع زياش بيحضنوا بعض. وزياش ده الراجل اللي اشتغل مع تين هاج وكان سببا ضخما في الموسم الاستثنائي الاعجازي لاياكس امستردام اللي اطاح فيه بريال مدريد برباعيه لو انتوا فاكرين. فاتكلم تين هاج ان انا كنت عارف قد ايه حكيم زياش لعيب مؤذي في الملعب، مش مؤذي طبعا بيضرب لكن مؤذي فنيا، لكن ما تخيلتش انه ده هيجي علينا احنا في مانشستر يونايتد وهيقوم حكيم زياش بممارسه سحره في ارض الملعب. الحقيقه انه المشهد ده يا جماعه تخليه في بالك كده، الصوره دي تخليها في بالك وتحط جنبها صوره الرجراجي اللي كان بعد وحيد خليلوزيتش السبب الاول بعد ربنا انه الراجل ده يرجع يلعب كره من تاني في الليفل ده بعد ما تشيلسي سابك، بعد ما خليلوزيتش دمرك نفسيا بغض النظر معاه حق او لا ده موضوع تاني، لكن بكلم انه تدخل الرجراجي في وقت مناسب تماما عشان يوقفك على رجليه. فنال الرجراجي ما نرى من حكيم زياش في المونديال بعروض استثنائيه، ثم موسم اخر استثنائي مع جالاتا سراي في دوري الابطال يخلي الفرقه اولا حتى الرمق الاخير لو كسبت كوبنهاجن تصعد مباشره، لو اتعادلت المساله بالنسبه لزياش وبالنسبه لرفاقه يبقى فيها معاناه، لكن فوز في مباراه بالحميه بعد مباراة مانشستر يونايتد يخلي القصة أحلى وأحلى. فكل التوفيق لحكيم زياش وكل التوفيق لكل نجومنا العرب الموجودين في أوروبا. على ذكر دوري الأبطال نتابع تقرير لبقية المستجدات بقى اللي حصلت على بقية المباريات ما بين فوز ريال مدريد، فوز برشلونة، العودة التاريخية لمانشستر سيتي على حساب لايبزيج والريمونتادا، تعادل يونايتد وغيرها من التفاصيل. نتابع ما حدث في جولة مهمة جدا في دوري أبطال أوروبا ونرجع نكمل كلام مع حضراتكم. لما يجي الموضوع عند منتخب مصر بيبقى موضوع شكله مختلف تماما يعني، ولما يكون كاس الامم الافريقيه اللي في جيل لعيبه قد تكون هذه هي البطوله الاخيره ليهم، ولما تفتكر انه التاريخ المصري صنع قدر معين للعيبه معينين عدوا على تاريخ مصر لبصمه اتحطت في كاس الامم للقب كاس الامم الافريقيه، يبقى الجيل ده لازم يعرف ان البطوله دي حياه وموت عشان يخلد اسمك في التاريخ. في ناس عندنا لعبت كاس عالم 2018 لكن الشكل ما كانش مناسب، ما كانش فيه مصر هولندا 90، ما كانش فيه حاجه فيها علامه، وبالتالي انت محتاج البطوله الجايه دي اكتر من اي وقت مضى. بقول الكلام ده ليه؟ لانه المغرب سبقانا. تقرير من زميلنا منعم بالمقدم في المغرب بيستعرض فيه اخر التطورات اللي حصلت في اخر 48 ساعه في استعداد المنتخب المغربي علشان كاس الامم في كوت ديفوار الشهر القادم. ايه بقى اللي حصل؟ اللي حصل ان منتخب المغرب والجامعه الملكيه المغربيه لقت انه منتخب المغرب هيقيم في مكان في كاس الامم. المكان ده هو عباره عن ما يشبه الكومباوند. الدنيا سايحه في بعضها. فالرجراجي قال لهم ستوب، وقف كل الكلام ده. لاعيبه المغرب عشان تستعد للبطوله اللي هي حلم كل الشعب المغربي علشان تبنى خطه للعوده من جديد للفوز بكاس الامم لازم تتعمل صح ولازم نهتم بأدق التفاصيل. فعملوا ايه بقى؟ تم الاتفاق على انه المنتخب المغربي ده عنده خطه من 3، يا اما يسبق الاول، نبص مع بعض،
يا نحجز فندق الإقامة في فندق خاص، فندق خاص. الفندق الخاص ده مملوك لسيدة مغربية. الفندق الخاص ده اللي هو حجز في فندق إقامة لمنتخب كوت ديفوار ده فندق خاص لسيدة مغربية هي اللي بتملكه. كويس؟ الكلام ده بيحصل ليه؟ لأنه اللجنة المنظمة بتقول إنه في مجمع فيلات وليس فنادق هيشمل منتخبات المجموعة الرابعة والخامسة والستة. فالناس قالت لأ، الكلام ده ما ينفعش. فقرر الجامعة المغربية إنها تتفق مع فندق خاص المنتخب المغربي يكون موجود فيه. الخطة الثانية اللي كانت موجودة إنه اللعيبة لو وصلت بشكل مبكر من أنديتها لمعسكر المنتخب المغربي، الرجراجي عايز المعسكر ده يكون موجود إما في الكاميرون أو في غينيا الاستوائية. اشمعنى؟ علشان اللعيبة تبدأ تخش مبكرا في أجواء البطولة ويبدأوا يستعدوا في ملاعب شبه بتاع كوت ديفوار. الحاجة الثالثة إن المعسكر يكون في مجمع محمد السادس بالمغرب قبل ما تروح على الكاميرون أو غينيا الاستوائية، علشان الأمور تبقى ماشية بالنسق اللي يخليك واخد خطوة في الثانية في الثالثة. جاي من أوروبا داخل على الأكاديمية اللي هي شبه أوروبا، بعد كده رايحين بدري على الكاميرون أو رايحين بدري على غينيا الاستوائية، واخر خطوه ان احنا حاجزين فندق اقامه لينا تديره سيده مغربيه علشان المنتخب المغربي يكون استعد بكل الطرق الممكنه. التاقلم من حيث الجو، من حيث الملاعب، من حيث الابتعاد عن اي ضجه وعن اي اعلام وعن اي مشاكل ممكن انها تحصل في تواجد كل المجاميع دي مع بعض في مجمع سكني واحد. انا هبعد عن كل الكلام ده. لا قدر الله، لا قدر الله لو احنا طلعنا تاني المجموعه هتقع نفس الوقعه. هتروح تلعب، مش هتكون موجود في أبيجان، فهتروح لنفس المجمعات السكنية. خد بالك لمن يهمه الأمر، خد بالك المغرب سبقت في ده من بدري، فخد بالك لو ده حصل تبقى عارف انت هتعمل ايه كويس في هذه القصة. ده بالنسبة لموضوع المنتخب المغربي. عطفا بقى على ذلك عندي نقطة مهمة جدا ليها علاقة بالدوري المغربي. الشغل الشاغل في المغرب في الوقت الحالي في الدار البيضاء وفي كل المغرب الحقيقه، لان جمهور الوداد موجود على مستوى المغرب كامله. يعني الهزيمه من الجيش الملكي كانت صادمه بدون نقاش، واما تيجي بعد هزيمه افريقيا نفسها يبقى الموضوع اكبر واسخن واسوأ بالنسبه للجمهور. لكن فتح مساله رحيل عادل رمزي في الوقت الحالي استدعى عادل رمزي انه ينفعل في المؤتمر الصحفي بعد مواجهه الجيش الملكي. ده رقم واحد. عادل رمزي سئل في المؤتمر الصحفي. عارفين الصحفيين المغاربه احيانا مش الكل طبعا بتبقى الاسئله فيها نوع من انواع الاستفزاز. فسئل عادل رمزي هي الفرقه يعني ما بتتطورش ليه؟ فقال لهم لا مش انا. عايز تنتقدني؟ تمام. تقول اتغلبت وهنعمل ايه ومشوار الدوري؟ تمام. اللعيبه مش في حالتها؟ شغال، كل ده تمام. لكن ان تتهم الفريق بمدربه بانه مفيش عامل تطوير موجود ما ينفعش. قال حرفيا عادل رمزي، عشان احب اخد دايما الكلام من مصدره، قال حرفيا احنا ما ارتقناش للمستوى في شوط اللقاء الثاني ده شغال، لكن لا اقبل القبول بان مستوى النادي لم يتحسن منذ البطوله العربيه في السعوديه. ليس صحيح، بل يمكن القول ان مستوانا انخفض في اخر مباراتين وما كانش لائق. قبل كده ادينا بشكل جيد. عايز اقول 3 جمل سريعه. اولا، الوداد يعاني نفس معاناه الاهلي اللي هو ايه؟ دوري وكاس وافريقيا وسوبر ليج وربنا يزيد ويبارك. لكن ما انت يا معلم اللي صدرت نفسك بدنيا في الارض. في الارض. الحاجه الثانيه، اغلب الاجوان اللي بتخش فيك اخطاء فرديه، مش لعب جماعي منظم. الجيش الملكي استثنى، الجيش الملكي فريق كبير، لكن اللي فات في افريقيا خطا فردي. وانت وانا كل جمهور الوداد عارف كويس انه الاسماء الموجوده في الفريق النهارده غير. فالراجل بتاعك عامل من الفسيخ شربات، المثل المصري، مع كامل الاحترام والتقدير لكل الاسماء. مفيش بن شرقي تاني، مش موجود. عندك اجنحه مهاريه تمام، اجنحه شابه تمام، لكن العامل الذي يصنع الفارق مش في الوداد. الحاجه الثالثه، ممكن نبص على جدول الدوري المغربي، لانه احيانا جماهير كتير تقع في هذا الفخ. ده الجدول الاول، الجيش الملكي من 10 مباريات عنده 20 نقطه، وتفضل ماشي 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 لحد ما توصل للوداد. فين الوداد؟ الوداد في المركز الثامن في جدول التاسع كمان في جدول الدوري المغربي. من 7 مباريات عنده 13 نقطه.
يعني الوداد عنده 3 مباريات مؤجله ب9 نقط، يخلوا الفرقه عندها كام؟ 22 نقطه. ارجع كده الاول الدوري. يعني الوداد بمبارياته المؤجله لو خدها يبقى اول دوري. انت مشكلتك فين؟ ده انت عندك فريق باخطاء دفاعيه باخطاء فرديه، وعامل كل ده على فرقه مرشحه تبقى اول الدوري، ومشوارها في افريقيا لسه بدري جدا. فيا جماعه الوداد اللي احنا هنا في اون تايم سبورتس في مباريات دوري السوبر الافريقي ابهر المحللين المصريين في الاستوديو، وابهر المذيعين المصريين والجمهور المصري، والراجل عادل رمزي اللي طلع لك من ايوب العملود ويحيى عطيه الله ويحيى جبران نسخه مفتخره يستحق انك تصبر عليه. واوعى تقع الوقعه اياها لما الرجاء غير كتير 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 كتير، وفي النهايه دفع ثمن ده بابتعاد اسم كبير زي الرجاء المغربي عن المحافل الافريقيه، لغايه ما الناس بقت واعيه انه قد ايه الاستقرار الفني مهم ومهم جدا. نطلع للفاصل ونرجع نكمل كلام مع حضراتكم، خليكم معانا على اون تايم سبورت.